يلا نعمل بقى المكرونه بتركات ماما ومطبخ ماما. طول ما الفيديو شغال هقولك على تركات كده بتخلي لك المكرونه بتاعتك تحفه. اول حاجه هنا عندي حاطه في طاسه على النار زيت على سمنه او على زبده. حطيت عليها بصلتين كبار متقطعين، وحطيت رشة ملح. رشة الملح دي ليه؟ عشان تخلي البصل يطلع ميته ويستوي بسرعة ويتحمر بسرعة. عشان نحمر البصل بسرعة ما تعليش النار، مش بيبقى حلو، مش بيتكرمل. خلي النار متوسطة، هيتكرمل معاكي ويبقى لونه ويبقى طعمه مسكر. هنا حطيت 400 جرام من اللحمة المفرومة. طبعا انت هنا شايفاني بقلب بسرعة، لا انا مجرية الفيديو، لكن ما تقلبيش كتير. بتحطيها وبعدين تستني شوية وتبتدي تقلبيها لغاية ما تحسي ان هي خلاص خدت لون. قلبي براحتك، لكن قبل كده لا، ما تقلبيهاش كتير. كده قلبت اللحمة، حطيت بقى 7 بهارات، حطيت فلفل اسود، حطيت جوز الطيب، وابتدي اديهم برضو تقليبه حلوه. حابه تحطي مرقه خضروات حطي. انا هقولك على الحاجات اللي ممكن تعمليها وممكن اكونش انا عملتها في الفيديو. يعني ممكن هنا تحطي مرقه خضروات او مرقه فوريه. هنا حطيت عصير طماطم، انا كنت مسبكاه. طبعا حد يقول لي هو كتير كده، معلش اولادي بيحبوه كتير فبحط طماطم كتيره. انا عن نفسي انا مش بحب الطماطم كتير، بس طبعا احنا كأمهات بنعمل اللي ولادنا بيحبوه، فلو انت حابه الطماطم اقل من كده هيكون افضل. سبكت الطماطم. هنا هبتدي بقى اعمل البشاميل بتاعي على البارد كده، بيبقى اخف كتير وطعمه نفس طعم البشاميل العادي اللي بنحمر الدقيق بتاعه. انا عندي 4 معالق من الدقيق وكوباية مية. بحط كوباية المية حبة حبة وأقلب، حبة حبة وأقلب في اتجاه واحد لغاية ما هتديكي إيه، عجينة سايلة زي الكريب كده. اللبن كان بيغلي على النار. هبتدي أحط بيها العجينة اللي أنا عملتها أو الدقيق اللي أنا عملته، وإيد تحرك علشان ما يتلسعش معايا وما يكلكعش. ابتدي أحرك فيه كتير، ايدي فيه على طول لغايه ما احس ان هو ايه استوى بقى، غلى واستوى وتمام. طب نفترض انه كلكع معاكي، ولا يهمك، بالهاند بلندر وانزلي فيه هينعم ويبقى زي الكريمة. حطيت هنا حطيت سوري، حطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح. شايفة قوامه حلو ازاي؟ طب ما عندكيش هاند بلندر سيبيه يهدى شوية وفي الخلاط واضربيه. ابتدي احط طبقة كده خفيفة في قاع الصينية بتاعتي. وهقولك برضو ممكن برضو البشاميل قبل ما انسى، انا حطيت له بس معلش ما اتصورتش معلقة كريمة لباني بودر. بجيبها من عند بتاع مستلزمات الحلويات، ادوبها في حبة لبن واحطها، بتخليه دسم وحلو قوي. ممكن تحطي حبة قشطة تخليه برضو جميل. ما عندكيش خالص زي الفل. انا جبت هنا بقى المكرونة اللي انا سلقاها 70% سوا، يعني مش سوا كامل. وابتدي ارصها كده. طبعا لو عندك الوقت رصيها كده، ما عندكيش الوقت حطي عادي زي ما بنحط. انا رصيت طبقتين، وهقول لك ايه الغلطه اللي انا عملتها. رصيت طبقتين من المكرونه وابتديت احط العصاج بتاعي. حسيت ان هو كتير فلا شلت حبه منه، وابتدي ايه افرده على وش الصينيه بتاعتي او على في النص. وهنا حطيت ايه حبه اسمه ايه ده معلش. حطيت هنا حبه بشاميل وحبه جبنه رومي، جبنه موتزاريلا. هنا الجبنة مع البشاميل بيخلي العصاج يتماسك مع المكرونة، ما يفرولش منك وانتي بتقطعيه. وابتدي ايه احط على الوش شايفة جميل وناعم ازاي البشاميل. وابتدي افرده على الوش. طبعا مسخنة الفرن، ادخله على فرن درجة حرارته 200 حوالي تلت ساعة وطلعته. بعد تلت ساعة هحط له الجبنة الموتزاريلا، ما بحبش احطها من الاول عشان ما تتحرقش. وبعدين ادخل الصينية تاني 10 دقايق. ولو عجبك الفيديو لغاية كده اعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو قريب تاني، وان شاء الله الفيديو يعجبكم.